آخر جزء من ملخص الحبيبة المستأجرة. قبل ما نبدأ الملخص كل الأجزاء هتلاقوها في صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت. هنا بعد ما كازو بيجي بيلاقي ميزوهارا بتعيط، بس هو مصدوم وبيبص عليها كده وبيقول لها ميزوهارا. هنا بتتخض وبتشكره علشان جايب لها المية وبتضحك زي عوايدها وكأنه مفيش أي حاجة، وطبعا هو لسه عايش في الصدمة وبيقول دي بجد خطيرة. بتفضل تضحك كده وكأنه مفيش أي حاجة وبتقوله ألوان الحمرا جميلة جدا، أما هو طبعا بيكون زعلان وبيقول كنت عارف من البداية إنه حتى لو خرجنا مع بعض ميزوهارا مش هتكون مبسوطة زي عوايدها، بس بتحب تظهر إنها مبسوطة من الكلام ده. هنا بيقول خلاص أنا مجرد عامل وهي الحبيبة المستأجرة، ودائما أصلا كانت بتفهمني الكلام ده وبتقولي ما تنساش إني أنا الحبيبة المستأجرة، ودائما بتحاول تبتسم قدامي وبتحاول تخبي وجعها وكأنه مفيش أي حاجة، وأنا دلوقتي مجرد إزعاج بالنسبة ليها ودائما بتخطى حدودي معاها، بس أنا كنت عايز أكون سند ليها وكنت عايز أقف جنبها، بس خلاص من دلوقتي مش هقدر أعمل لها أي حاجة وخلاص. هنا بتيجي وبتقوله أنا خلصت، وبتعمل حركاتها اللي متعودة تعملها وبتقوله النهاردة كان يوم جميل، بس بصراحة انت خلصت كل فلوسك والبنت اللي هتكون حبيبتك الحقيقية اكيد هتكون مبسوطة، وعن قريب هتكون عندك حبيبة على فكرة. يرد عليها حبيبتي المثالية اكيد هتكون بنت انيقة وبنت لطيفة وبتحاول ان هي تسعد الكل على حساب تعاستها، ودائما اصلا بتبهدلني وبتحاول تضحك قدامي وكأنه مفيش اي حاجة. وطبعا هنا بيتكلم على ميزوهارا وبيقول اوقات بتعيط بس من جواها كمان ومش بتحاول تحسس اي حد، وبتظهر ابتسامتها الجميلة، تعيش حياتها زي ما هي حتى لو كانت موجوعة، بتضحك زي عوايدها علشان اللي حواليها ما يتأثروش، ولما بتكون معايا بتضحك برضو. لا ده انت زودتها كده. هنا طبعا ميزوهارا بتتكسف وبيقول لها كمان انه هي مش بتقدر تفضل لوحدها وبالليل بتخاف تنام لوحدها، علشان كده كانت بتنام مع جدتها. هنا بتفضل تبصله كده وبتفتكر لما جدتها قالت لها انا بحبك يا ميزوهارا وانت بالنسبه لي يا كنز. هنا ميزوهارا خلاص مش بتقدر تمسك نفسها اكتر من كده وبتفضل تعيط، بس برضو بتحاول تخبي، بس هوب خلاص مش بتقدر تتحكم في دموعها، بتفضل تعيط وبتحضن كازو. هنا بيتفاجئ وبتفضل تنادي باسم جدتها، بتقول بجد هي وحشاني انا مش عارفه اعيش من غيرها. كازو بيقول مع نفسه بقالها 10 دقايق وهي بتعيط اكيد دلوقتي هتكون ارتاحت، وهوب بتقوله خلينا نروح علشان الوقت اتاخر. هنا بتعتذر منه علشان اللي حصل قبل شويه، بيرد عليها ما يهمكيش، بتقوله اشوفك بعدين وبتروح. تاني يوم ياموري بتيجي وبتقول هو كازو فين، بقالي مدة ما شفتهوش. اما ميزوهارا بتكون بتفتكر اللي حصل امبارح وطبعا بتقول هو انا ايه اللي عملته، لازم امسك نفسي. اهوب ياموري بتطب عند كازو، بيتفاجئ بيقول لها هو انت ايه اللي بتعمليه هنا، بترد عليه الباب كان مفتوح وبيقول لها هو انت هتدخلي من غير احم ولا دستور ولا ايه، بتقول له انا عندي فضول، انت كنت بتبص على بيت ميزوهارا، ايه اللي حصل بينكم، يلا قولي على كل حاجة علشان بجد انا دلوقتي هموت من الفضول. وبيقول لها زي عودنا يعني خرجنا مع بعض كحبيبة مستأجرة، وبتقول له ايه هو حصل بينكم حاجة يعني، بيرد عليها ما حصلش اي حاجة، بتقول له نعم طب رحتوا فين، بيرد عليها السينما ومن الكلام ده، بتقول له اكيد ميزوهارا انبسطت. وطبعا هو هنا بيفتكر لما كانت بتعيط من الكلام ده وبيقول اهم حاجة انها دلوقتي هتكون ارتاحت، بيرد عليها يمكن بصراحة مش عارف علشان انتي عارفة ميزوهارا بتكون صارمة شوية في الموضوع ده، وبتقوله لا ده احنا لازم ناخد سيلفي بقى. هنا بتقوله خلاص لازم الخطة التانية تخرجوا مع بعض في موعد عادي يعني مش استئجار، بيبص عليها كده وبيقول لها نعم مستحيل، بترد عليه ليه هو انت مش بتحبها، رد عليها انا مش متأكد، وبالنسبة لي وليها انا مجرد عامل وهي حبيبة المستأجرة وبيناتنا بس الفلوس. هنا بتبص عليه ياموري بتقوله هو انت بتفكر بالطريقة دي، على فكرة انتوا اتخطيتوا المرحلة دي وبقالكم سنتين مع بعض واكيد هتكون مبسوطة ميزوهارا وهي بالنهاية جارتك، وعادي ان انت تخرجوا مع بعض في موعد هادي، ها ما تكونش غبي. بيقول مع نفسه يمكن الفرة دي عندها حق، بس لو طلبت من زهارة فجأة نخرج مع بعض في موعد وكمان عادي اكيد هتقول ان انا اتجوزت حدودي مستحيل، بترد عليه وانت بتقول ايه ما عندكش يعني ثقة بنفسك، بتطب عليها كده وبتديها العلقة دي، بتكون عايزة تاخد منه التليفون علشان تتصل بمزهارة. هنا بيهرب منها بحجة انه هيجيب الاكل، بتبص عليه كده وبتقول هو بطل بس متعب شوية. هنا وهو راجع بيكون بيفكر في مزهارة، بيقول المرة دي مشاعرها غلبت عليها وفي النهاية
انا الوحيد اللي عارف مشاعر ميزوهارا الحقيقية. هنا بيقول خلاص دلوقتي لازم اكون انا سند ليها علشان هي وثقت فيا. وبيفتكر كلام ياموري لما قالت له لازم تخرج معاه في موعد عادي. هنا بياخد الاكل اللي جابه ده وبيقول خلاص هي جارتي ولازم نتقاسم الاكل مع بعض. بس هوب بيلاقي ميزوهارا جاية عنده وبيقول بجد الوضع ده محرج. هنا بيقول وكأنه مفيش اي حاجة يعني حصلت. ميزوهارا بتقوله العرض قرب يوم الاحد وانا بصراحة مش عارفة البس اللون الازرق ولا الاحمر. انا بجد دلوقتي حيرانة. وكأنه ادته بالقلم ده نعم هو انت بتفكري في اللون الازرق ولا الاحمر؟ وبتقول انا بجد تايهه دلوقتي حيرانه هلبس الازرق ولا الاحمر. طب اللي حصل امبارح والعياط من الكلام ده راح فين؟ بتقول له هو انت سامعني؟ بيقول لها طبعا مفيش مشكله يعني الاحمر ولا الازرق. وبيقول بجد دي بتتظاهر كانه ما حصلش اي حاجه يعني. ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا بتقول له اشوفك يوم العرض. وخلاص بيرجع لبيته. يقول كان في كلام كتير لازم يتقال. هو انا كل ده كنت بحلم يعني؟ يمكن تكون بتمثل. بيرجع يقول انا متأكد انها عايزة تصرخ بأعلى صوت وانا دلوقتي عايزة اكون سند ليها. قتلتنا بالكلمة دي. وبيقول بس هي بتعمل كأنه مفيش اي حاجة كل يوم هيعدي عليا الشعور ده. هنا بتكون بتتكلم مع جدتها وجدها وبتقول لها اكيد دلوقتي عارفة ان انا مجرد حبيبة مستأجرة وهو مش حبيبي ولا اي حاجة. بس يمكن يكون دراما شوية يعني. بس بجد هو غريب. من اول لقاء اتقابلنا مع بعض وهو بيحاول يسعدني وبيعمل كل حاجة علشان اكون مبسوطة. وقت بحس بوحدة فظيعة وبحس ان انا عايزة اموت. بس لما عيطت حسيت براحة. وكل ده يرجع لكازو. بس بتفتكر لما قال لها حبيبة المثالية لما كان بيتكلم عليها من الكلام ده وهي عملت نفسها عبيطة. وبتقول اوقات بيكون شخص غريب. هنا بتيجي المعرض وبتقول له هو انت عرفت اللي حصل في المستشفى مع المخرج ده؟ وبيقول لها طبعا هو جاء عندي جري وطلب مني ان انا لازم اديه نسخة من الفيلم علشان يوريه لجدتك وكل ده علشان عيونك. وفهمي بقى اصلا هي فاهمه بتعمل نفسها عبيطه. هنا بتيجي عنده وبتقول له وانت قاعد لوحدك؟ بيرد عليها بشم شويه هوا. هنا بتقول له هتروح النهارده لحفله الختام؟ بيرد عليها النهارده بالليل عندي شغل اضافي. وبنكتشف ان ميزوهارا لبست اللون الازرق. هنا بيسالها هو انت هتعملي ايه؟ هتكملي في التمثيل؟ بترد عليه هي جدتي ماتت بس انا هكمل التمثيل علشان في النهاية انا بحب التمثيل وانا متأكدة ان جدتي بتراقبني من بعيد وكل اللي انا عملته بس عرضت فيلم ذاتي في المستشفى وانا عايز جدتي تشوفني كنجمة لمعة في الشاشة. واكيد هكمل التمثيل. ودلوقتي خلاص انا انبسطت في التمثيل معاك على فكرة وهكمل وهعمل جهدي علشان اوصل. يلا دلوقتي لازم اروح. بيقول مع نفسه بجد ميزوهارا بنت رائعة. استني هنا رايحة على فين؟ بيروح وراها وبيقول خلاص كل الهموم راحت بمجرد لما شفت ابتسامة ميزوهارا. هي بجد بتشجعني. اما روكا بتظبط نفسها وبتقول لما كازو هيجي هعجبه ولا لا. لسه ما استسلمتش. اما ساكورا بقى لقت حد يسليها الكلب الكيوت ده وبتكون مبسوطة معاه. وبنرجع لياموري لبست الفستان الصيني ده وابتدت تعمل حركات كده وبتاخد سيلفي مع نفسها. اصلها قررت تروح الصين. اما صاحب كازو اللي بقاله فتره مش ظاهر خالص سيمباي ده بيتكلم مع نفسه وبيجي بيلاقي هنا ماميسن اللي كمان بقالها فتره مش شايفينها. هنا بتسلم على سيمباي. طبعا هو بيكون متفاجئ اول مره ماميسن تتكلم معاه وبتقول له بقالك فتره طويله مختفي. اصلها خلاص فقدت الامل ما بقالهاش غير سيمباي. اما ميزوهارا بتبص على كازو كده وبتقول له خلاص ما بقالناش غير بعض. بيرد عليها عندك حق. ولحد هنا بيخلص الملخص. استنوني ملخص جديد. يلا سلام.